السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نادوا عليها ونجيبوها والله ما تروحي ويا ربي وشنو صاير كل رجال الدراري. تخيل معايا جامعة بحال جامعة هارفارد الدولية دارت تقرير. هذا التقرير كتكلم فيه على علاش المنتخبات العربية ولا الإفريقية ما كتأهلش لكأس العالم، ولا علاش ما كتلعبش أدوار طلائعية في كأس العالم. بنات هذه الدراسة ديالها على بزاف ديال المعايير. هذه المعايير منها التنافسية، كتقول أن المنتخبات العربية ولا الإفريقية اللاعبين ديالهم ما كيتميزوش بالتنافسية اللي كاينة عند اللاعب الأوروبي، وهذا الشيء فعلا كنشوفوه بعيننا في البطولات العربية والإفريقية، ماشي هي البطولات الأوروبية مثلا الإسبانية أو الإنجليزية. التقرير كذلك قالت أن البنيات التحتية والمصاريف اللي كتصرف على المنتخبات وعلى البطولات الأوروبية ماشي هي اللي كاينة عند الدول العربية والدول الإفريقية. هذا التقرير تكلم بواحد الطريقة فيها شوية ديال الانحياز للدول الأوروبية، ولكن ما كانوش عارفين أنه مونديال قطر هذا التقرير غادي يشدوه ويضربوه مع الحياة. منتخب من شمال إفريقيا أصنع الحدث مونديال قطر 2022 وقال لهم ما كتفهموا والو في الكره، مدرب ودراري وشعب ومليك ودوله ومملكه داروا النيه ووصلوا لنصف نهائي كأس العالم، انجاز تاريخي لاول دوله عربيه وافريقيه كتوصل لهذا الموصل ديال نصف نهائي كأس العالم. ديما وليد الركراكي كان كيتحدث على التفاصيل، كيفاش تربح مقابله بالتركيز على بعض التفاصيل، ولكن اللي ما كانش عارف وليد الركراكي انه كاين تفاصيل في الكواليس حتى واحد ما كيعرفها، على طريقه مسلسل سكويد جيم او لعبه الحبار، هو واحد المسلسل كوري من انتاج نتفليكس. هذا المسلسل كيتحدث على واحد المنظمه جمعت ناس وراهنت عليهم يلعبوا واحد الالعاب، واللي غادي يربح في الاخير هو اللي غادي ياخذ ديك الجائزه. الى ربطنا ما حدث في مقابله المغرب وفرنسا بلعبه الحبار، وشفنا انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي الفيفا وماكرون وهما جالسين كيتفرجوا في المقابله، الاحداث اللي عرفتها المقابله ديال المغرب وفرنسا، الحرمان ديال المنتخب المغربي من ضربتي جزاء واضحه. الى ربطناها سكويد جيم غادي نشوفوا ونفهموا على طريقه السكويد جيم دوك الناس اللي كانوا مراهنين على هادوك اللاعبين. نفس الشيء غير هو في سكويد جيم كنا كنشوفوهم، ولكن في كأس العالم ما كناش كنشوفوهم، وتفرجنا على جوج الناس، الرئيس الفرنسي ماكرون وإنفانتينو ديال رئيس الاتحاد الدولي الفيفا. شفنا السيناريو اللي كان في المقابلة ديال المغرب وفرنسا، حضور الرئيس الفرنسي وديك الابتسامة اللي كانت عليه وكانه متأكد أنه غادي يوصل للنهائي. الشيء اللي ما كنعرفوش واللي كان في سكويد جيم هو المراهنات اللي كانت على اللاعبين. كانت المراهنة على واحد اللاعب اللي هو فاز في التالي. نفس الشيء يمكن وقع في مقابلة المغرب وفرنسا. مونديال قطر عرف نسبة 65% زيادة ديال المراهنات على المونديال ديال روسيا، لدرجة أن المراهنين مع بداية المونديال كانوا مراهنين على جوج ديال الفرق، فرنسا والأرجنتين، ليونيل ميسي وكليان مبابي وهما اللي لعبوا النهاية. في المقابلة ديال فرنسا والمغرب بزاف ديال الناس تساءلوا علاش وقع داك الشيء للمنتخب المغربي، واش كاين مؤامرة؟ هنا حتى واحد ما يقدر بالدليل يجيب اللي كاين مؤامرة، مع العلم أننا كنعرفوا أن الفيفا فيها شوية ديال التخرويض والفضائح المالية اللي عرفتها الفيفا خير دليل على ذلك. حتى واحد ما كاين في فساد الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الفيفا. نتفليكس دارت واحد الشريط وثائقي على فساد الفيفا. ميشيل بلاتيني واحد النهار سولوه وقالوا له تخيل أن كأس العالم ياخذها فريق عربي ولا فريق افريقي. الجواب ديال ميشيل بلاتيني كان صريح وبوجه احمر، قال لهم الى كأس العالم خداه منتخب عربي ولا افريقي غادي يطيح من القيمه السوقيه ديال كأس العالم. مارادونا او دييغو ارماندو مارادونا سولوه واحد النهار شكون اللي غادي يربح كأس العالم، جاوبهم الجواب ديالو العادي، لان مارادونا كان انسان كيتكلم عادي ويقولها بوجهك، قال لهم سولوا الفيفا.
اعتقد انه في الماتش ديال فرنسا والمغرب فعلا ارماندو مارادونا كان صادق. كان خصنا نسولو الفيفا داك النهار. السؤال المطروح هنا، واش تعرضنا للمؤامره في الماتش ديال المغرب وفرنسا، مع العلم اننا كنعرفوا ان فرنسا عندها نفوذ كبير في الفيفا، بل المولد ديال الفيفا كان في فرنسا. كل شيء مشى لنظريه المؤامره. هنا الى جينا نحلوها اجتماعيا او سيكولوجيا كنكتشفوا انه مازال ما تجاوزناش فكره المؤامره في كل خساره. وهذا الشيء مرتبط انه كل ما كنخسروا كنقولوا اودي هاو شنو وقع، ولكن ما كاين حتى شي دليل كيقول انه فعلا كانت مؤامره. كانت علامات حضور الرئيس الفرنسي واللي جاء متاكد ابتسامه عريضه وقال بلي انه غادي تمشي للنهائي. الحرمان من ضربات الجزاء اللي كانت واضحه، وذاك النهار الفار ما كانش خدام وكان غير يعلمونا وكان دينا 12 شاهد. كلشي هذا الشيء كيبين باللي كاين مؤامره، ولكن غياب الدليل ما نقدروش نثبتوا ذلك. بعد الخساره ديال المنتخب المغربي امام المنتخب الفرنسي وخساره المغرب امام كرواتيا، بزاف ديال الصفحات وبزاف ديال الناس بقاو كيهضروا على اعاده المقابله. هنا واحد النقطه مهمه خصنا نتحدثوا عليها. اعتقد انه العقليه ديالنا خصها تبدل، لانه اليوم ما بقيناش غير حنا اللي كنتفرجوا المنتخب الوطني، كاين نساء، كاين اطفال. تخيل انت طفل يتفرج واطفال يتفرجوا وتجي تقول لهم اودي غادي نعاودوا المقابله، غادي تيقوا لا بحال اللي كنلعبوا على الشعور ديال الناس. هنا خص نبدلوا هذه العقليه ونتقبلوا الخساره. الشيء اللي وقع في مونديال قطر بين انه حنا واحد الشعب كيتنفس كره القدم. في الاعلام كنسمعوا انه الارجنتين، البرازيل كتنفس كره القدم، ولكن مونديال قطر بين بلي انه شعب يعشق كره القدم، وبلي ان هذه اللعبه هي ماشي مجرد لعبه، هي شي حاجه اكثر من لعبه وشي حاجه اللي في شكال. اجيو دابا نهضروا على المقابلات اللي لعبها المنتخب الوطني تكتيكيا. وليد الركراكي نجح نوعا ما، ونقدروا نقولوا 90% انه يكون مدرب تكتيكي بامتياز. ولكن الشيء اللي وقع في منتخب فرنسا بين انه ديدي ديشون كان تعلم. الشيء اللي داروا ديدي ديشون انه لعب بنفس النهج التكتيكي ديال وليد الركراكي، رجع اللور خلاهم يلعبوا الكره، من كيعيا كيدير هجمات مرتده ويماركي. نفس السيستم اللي داروا وليد الركراكي الا باقيين عاقلين في المقابله ديال بلجيكا. هنا الى جينا نحلوا المقابله تكتيكيا ونشوفوا المنتخب الوطني، باقي عندنا جوج الحوايج خصنا نركزوا عليهم، ونقدر نقول لكم انه 2026 غادي تكون مفاجاه يصنعها المنتخب الوطني الى مشى في نفس النهج والعقليه وخدم على مدار 4 سنين القادمه. جوج ديال الحوايج، اولا الاحتياط، المنتخبات القويه اللي شفناها في كاس العالم واللي هي التفاصيل اللي كان يهضر عليها وليد الركراكي كبانت عندنا في الاحتياطات. مثلا في الاصابه ديال نايف اكرد ورومان سايس ما عندناش في الاحتياط لاعبين بنفس المستوى ديال هاد اللاعبين، وهنا خصنا نركزوا على الاحتياط، انه يكون عندنا احتياط نفس المستوى اللي كاين عند اللاعبين اللي كيلعبوا. النقطه اللي بزاف ديال الناس هضروا عليها انه ما عندناش هداف ديال المنتخب. ضروري يكون عندنا هداف ديال المنتخب، وخصو يكون نجم، لانه كيعطيك داك التوازن اللي كيقلب عليه اي منتخب. المغرب كيلعب مزيان صراحه، ولكن ما عندناش الفينيش. خاصنا ضروري هداف باش نقدروا نوصلوا للمستوى ديال المنتخبات العالمي. ونظن وليد الركراكي انه ما غافلاش على هذه النقاط وغادي يركز عليهم في المقابلات الجايه. الامور اللي غبنات المنتخب الوطني وخلاته انه اعتقد ما يوصلش النهائي، واللي كانت باينه انه العياء النفسي والبدني. وفي المقابله ديال فرنسا بعد الهزيمه اعتقد انه المنتخب الوطني ترخى وسلم الامر وقال رتبه رابعه احسن من شي حاجه اخرى. وهذا الشيء كان باين في المخزون البدني. فعلا اللعابه تقاتلوا نفس حاره لدرجه انهم عياو في المقابله ديال المنتخب الفرنسي يلعبوا ولكن عيانين، وهذا الشيء بان في كرواتيا انهم صافي كانوا عيانين نيشان. هنا بغيت نتكلم على واحد النقطه مهمه، هي ليونيل ميسي عنده مسار كروي رائع، حتى واحد ما كيشكك فيه.
ولكن ديما كانت ناقصاه لا كوب دي موند او كاس العالم. هذا الكاس اللي عقدته نفسيا، وفعلا عقدته نفسيا، ما قدرش يحصل عليها لدرجه انه اعتزل في 2016 وبعد ضغوطات رجع خدا كوبا امريكا وموراها خدا الكاس. هذه الاستمراريه وعدم الانهزاميه هي اللي خصها تكون عندنا في المنتخب الوطني. الشيء اللي صنعوا المنتخب الوطني والوصول ديالو لنصف نهائي كاس العالم ماشي حاجه سهله. اللي خصنا ناخذوه من درس ميسي انه ما خصناش نوقفوا وخصنا نخدموا ونكملوا باش نوصلوا. وكنعتقد انه المنتخب المغربي الا ركز على بعض الامور وبعض التفاصيل وخدم في هذه الربع سنين اللي جايه، كنعتقد انه غادي يلعب ادوار طلائعيه في 2026 ويمكن يوصل للنهائي. وهذا الشيء اللي كامل كتخدم عليه المنتخبات. المسار ديال ميسي كيعلمنا انه ما خصش تكون عندنا روح انهزاميه، وخصنا نخدموا على السنوات اللي جايه. السيد خدم وضرب تماره حتى جاب الكاس ويستاهلها، وحتى واحد ما يشكك فيها. وهذا الشيء خص اللي يكون عندنا في المنتخب الوطني. نعتقد انه الوصول لنصف نهائي كاس العالم ماشي حاجه سهله، بالعكس هي الخطوه اللي تخليك توصل يمكن لنهائي 2026. وكنعتقد انه الخساره ديالنا امام فرنسا وامام كرواتيا يمكن هي النقطه اللي غادي تخلينا نركزوا مزيان على الاهداف الجايه ونحطوا رجلينا في الله، حيت اعتقد انه كان وصلنا للنهائي وخسرنا غادي تكون الصدمه اكثر. اللهم نخسروا في نصف النهائي، نعرفوا شكون حنا وفين غاديين، نحطوا رجلينا في الارض ونركزوا على اللي جاي. العبره بالخواتيم. ميسي انهاها بنهائي كاس العالم وباللقب. هذا الشيء كيبين انه العبره فعلا بالخواتيم، وانه ما خصناش نفكروا غير دابا. بزاف ديال الناس بقى خاطرهم، ومن حقك يبقى خاطرك، حتى واحد ما يجي يقول لك علاش راك غضبان، وشعور طبيعي. بزاف ديال الناس يقول لك لا خصك تكون فرحان. نو، علاش نكون فرحان؟ راني خسرت الشريط، نغضب، من حقي نعبر على داك الشيء اللي كنحس به، ولكن اللي ما من حقناش اننا ننهزموا. المنتخب المغربي علمنا واحد الدرس، انه ما كاينش حاجه سميتها المستحيل، ما كاينش حاجه سميتها كاس العالم، كاين حاجه سميتها النديه والحرب. انت عندك الوسائل ديالك وانا عندي الوسائل، انت فرقه وانا فرقه، انت عندك جوج ديال الرجلين وانا عندي جوج ديال الرجلين. فعلا دروس عطاوها لنا الدراري ديال المنتخب الوطني. نقطه اخرى بغيت نهضر عليها وهي هاد الناس اللي هكا ما حدك فرحان ما تسوق حتى لشي واحد. الانجاز يتكلم عنك حتى وان لم تتكلم. ما صنعه الاسود يتكلم عن المغرب اليوم عالميا بدون ولو كلمه. يكفيك انك تمشي لجوجل وتدير وغادي تلقى المغرب توندونس. يكفيك انك فقط تشوف هذه الخريطه قبل مونديال قطر وبعد مونديال قطر كل شيء احمر. خاصنا نتعلموا انه في الفرحه ما نسوقوش لدوك المشوشين، بالعكس نفرحوا ونفرحوا بالانجاز اللي حققناه ولا عزاء للحاقدين. خليه يهضر، خليه يتكلم، العبره بالخواتيم. ونظن ان احسن ختيمه دارت لهذا المنتخب هو داك الاستقبال الاسطوري اللي كان البارح من طرف الجماهير والشعب المغربي. هو داك الاستقبال العفوي الملكي ديال سيدنا للدراري ديال المنتخب. صور كتوريك انه فعلا حنا الا بغينا شي حاجه غادي نوصلوا لها. الصور فعلا كتوريك وكتبين لك على انه حنا فعلا راه مملكه الشريف عاشق ماشي سهل. فعلا بينت بانه حنا دوله وشعب الا بغينا شي حاجه غادي نوصلوا لها. كنتمنى ان المنتخب الوطني في المقابلات الجايه وفي لا كوب دافريك وكاس العالم الجايه يبين على علو الكعب ديالو انه تطلعات الجماهير المغربيه للمنتخب الوطني انه يقدم مستوى عالي في المقابلات الجايه وما يكونش قل من الشيء اللي قدموه في كاس العالم قطر. ونخليكم مع هذه الصور الاسطوريه والتاريخيه اللي كتبين اننا فعلا مملكه مغربيه عريقه ملكا وشعبا. مكسيكو شرخنا في قطر.